أهلا بيكم في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة الاثنين 23 نوفمبر 2020، وإليكم الأخبار. هوجة الإصابات بتؤرق الأهلي قبل نهائي القرن أمام الزمالك. يواجه فريق النادي الأهلي أزمة كبرى خلال الأيام القادمة بسبب لعنة الإصابات التي بدأت تطارد الفريق مؤخرا، وتؤثر على تركيزه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. واشتكى الجهاز الفني بقيادة موسيماني من تفاقم حدة الإصابات التي تطارده خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها وليد سليمان في مباراة أبو قير للأسمدة أول أمس السبت باستاد برج العرب في دور الثمانية لكاس مصر، واللي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف بتوقيع وليد سليمان. وتعرض الأخير للإصابة اضطرته لمغادرة أرض الملعب. ورغم أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود قال أن الإصابة اللي تعرض ليها وليد سليمان إجهاد بسيط في العضلة الضمة، إلا أن حالة من القلق انتابت موسيماني ومعاونيه بل وجماهير الأهلي بسبب لعنة الإصابات التي طاردت نجوم الفريق مؤخرا، ومنهم أجاييه وأيمن أشرف ومحمد هاني. ويخشى الجهاز الفني من خسارة أحد لاعبيه في النهائي الإفريقي، لا سيما وأن الأهلي يخوض مباراة الزمالك بقائمة إجبارية تضم 22 لاعبا بعد خسارة جهود 8 لاعبين للإصابة أو الرحيل عن النادي، وهم محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسعد الدين سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادي، حيث انتقل الثلاثي رمضان وفتحي وإكرامي لنادي بيراميدز، فيما رحل حسام عاشور للاتحاد السكندري، كما رحل المغربي وليد آزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة. كما زادت محنة كورونا آلام موسيماني، حيث أصيب بالفيروس كلا من كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان، بجانب العائد من الإعارة مؤخرا أحمد ياسر ريان، وإن كان الأخير غير مقيد في قائمة الأهلي الإفريقية. قلق في الأهلي من أحضان وليد سليمان وتأخر قرار معسكر نهائي القرن. كشف الإعلامي أحمد شوبير إن هناك حالة من القلق داخل النادي الأهلي بعد إصابة وليد سليمان لاعب الفريق بالكورونا، لا سيما إنه مخالط لعدد كبير من لاعبي الفريق قبل نهائي القرن. وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت اف ام: حضرت تمرين الأمس بالأهلي عشان أشوف الدنيا ماشية ازاي، خاصة بعد وجود شائعات كثيرة حاصرت الفريق الفترة الأخيرة. وأضاف شوبير: محمد الشناوي وأيمن أشرف لم يصابا بالكورونا، وقفت معاهم وكلمتهم وقالوا لي الدنيا تمام. ومدرب الأحمال قاد الميران ولا صحة لإصابته بالكورونا. وموقف علي معلول وفرجاني ساسي إنهم عالقين في مطار تونس ولكن لم يصابا بالكورونا. وتابع شوبير: في قلق بالغ في الأهلي بعد إصابة وليد سليمان بالكورونا، لأن وليد حضن وباس لاعبي الأهلي في مباراة أبو قير للأسمدة وخالط عدد كبير منهم. وموقف وليد سليمان وكهربا صعب للغاية. ومسحة الكاف الأربعاء القادم ستكون حاسمة، والأهلي يخشى من ظهور إصابات جديدة بالفريق قبل النهائي الإفريقي. وأضاف شوبير: خايف يكون قرار دخول الأهلي معسكر مغلق اتأخر، خاصة مع توالي ظهور إصابات في القلعة الحمراء بالكورونا بشكل كبير في توقيت حرج، ولكن الأمر لا يستدعي طلب تأجيل النهائي الإفريقي. وأشار شوبير إلى أن وليد سليمان لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن المسحة أثبتت إصابته ونجله بالفيروس، بينما المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك سليم تماما،
ولم يصاب بفيروس كورونا، وكل ما يتردد في هذا الشأن شائعات. 3 كوابيس تطارد الأهلي قبل نهائي القرن مع الزمالك. يترقب عشاق النادي الأهلي في 9 مساء الجمعة القادم لمتابعة اللقاء المصيري أمام غريمه التقليدي الزمالك على لقب دوري أبطال إفريقيا، تلك البطولة التي غابت عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013. ويتصدر الأهلي قائمة الفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 8 مرات، وهو الفريق الذي ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة. ويعد الأهلي أيضا أكثر الفرق مشاركة في البطولة، حيث شارك 30 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق الأكثر تتويجا باللقب، حيث حمل الكأس 6 مرات. وتسيدت الفرق المصرية البطولة، حيث حصلت على اللقب 14 مرة، منها الأهلي 8 ألقاب، والزمالك 5 ألقاب، والإسماعيلي لقب واحد. ويرتبط النادي الأهلي بذكريات حزينة خلال شهر نوفمبر، بعدما فقد 3 ألقاب إفريقية في هذا الشهر. باتت كابوسا يطارد الفريق الأحمر قبل نهائي القرن. 9 نوفمبر 2007 اغتال الحكم المغربي العرجون أحلام جماهير الأهلي وعشاق الأهلي بإسقاطه أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ب3 أهداف لهدف. تقدم النجم بهدف عفوان الغربي، لكن عماد النحاس عدل النتيجة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني، قبل أن يتعرض النحاس للطرد ويرفض العرجون احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي، ويسجل النجم ثنائية في الوقت بدل الضائع عن طريق أمين الشرميطي وموسى ناري، ويتوج بطلا للقارة الإفريقية في مشهد أصاب عشاق القلعة الحمراء بالصدمة القاسية. 4 نوفمبر 2017 خسر الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في اللقاء اللي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وأدار الحكم الجنبي باكاري جاسامة، وانتهى بفوز الوداد بهدف سجله وليد الكارتي في الدقيقة 69 ليتوج بطلا للمسابقة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسكندرية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 9 نوفمبر 2018 خسر الأهلي بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالي في المباراة النهائية بعدما سقط أمام الترجي التونسي، وخسر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل مصر ب3 أهداف لهدف، وبذلك توج الترجي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، فيما قدم الأهلي عرضا باهتا ليخسر اللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما سبق وخسر اللقب موسم 2017 أمام الوداد المغربي. وليد سليمان جاهز طبيا لمواجهة الزمالك حال سلبية مسحة كورونا. كشف مسؤول النادي الأهلي الحالة الطبية لوليد سليمان نجم هجوم الأهلي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة أبو قير للأسمدة ببطولة كاس مصر، وموقفه من مواجهة الزمالك حال تحول مسحة كورونا الخاصة به من إيجابية لسلبية. وأكد الجهاز الطبي أن إصابة وليد سليمان عبارة عن إجهاد بسيط لن يعوقه عن خوض المباراة، مشددين على أن العائق أمام لحاقه بمواجهة الزمالك هو نتيجة مسحة كورونا التي سيجريها الأيام القادمة. ويواجه الأهلي الزمالك الجمعة القادم على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي لا يزال حضور الجمهور فيها غامضا بعد موافقة الكاف على حضور الجماهير، إلا أن الأمن لم يمنح كلمته الأخيرة في هذا الملف.
من جهته قال حازم الحديدي وكيل الحاوي إن حالة وليد سليمان مطمئنة للغاية رغم إصابته ونجله بالكورونا، مؤكدا إن اللاعب مهم في الأهلي ونتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت قبل النهائي الإفريقي. وصول علي معلول للقاهرة استعدادا للنهائي الإفريقي. وصل الثنائي التونسي علي معلول وفرجاني ساسي لاعب الأهلي والزمالك على الترتيب إلى القاهرة للمشاركة مع قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعطل وصول الثنائي على مدار اليومين الماضيين بسبب عطل في الطائرة الخاصة برحلتهما، قبل أن يستقل الثنائي طائرة اليوم ووصل على مطار القاهرة الدولي تمهيدا للانضمام إلى القطبين. رسميا الأهلي يضم بيكام لمدة 5 سنوات مقابل 12.5 مليون جنيه. وقع أحمد رمضان بيكام مدافع وادي دجلة على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمي اليوم الاثنين مقابل 12 مليون جنيه و500 ألف دون دخول لاعبين في الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادي بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة. عاد وطلب مسؤول وادي دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين على أن يتم احتساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكام. ويتواجد أحمد رمضان بيكام حاليا في مقر النادي الأهلي بعد توقيع عقود انتقاله للأهلي في حضور أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، ليصبح الصفقة الثالثة الرسمية للفريق بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بنون. واتفق مسؤول النادي الأهلي على دفع قيمة الصفقة على قسطين، وعرض الأهلي على دجلة استعارة 3 لاعبين على أن يتم خصم قيمة إعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي المعروض لم يلقى قبولا لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط.